أهلا بيكم. عارفين الإحساس اللي بيجي بعد ما تخلصوا قراية كتاب معين وتقولوا هو ده؟ أيوة، ده كأنه اتكتب عشاني بالظبط كده. وأنا صغيرة حوالي 13 سنة حسيت بالشعور ده مع كتاب ما، وفعلا لما عدت الأيام شفت قد إيه غير فيا، أو بمعنى أصح إن أنا لقيت نفسي فيه. من ساعتها وأنا حسيت إن الكتب دي حاجة زي الأقدار، بتصادفنا في أوقات ممكن منكونش خالص عاملين حسابنا عليها، بتغير فينا سواء للأحسن أو للأسوأ، بتعلم فينا علامات ممكن ما نتخطاهاش طول حياتنا. طيب أنا بحكي كل ده ليه؟ عشان دي كانت لحظة الانسبيريشن بتاعت بودكاست مكتوب لك. معاكم مريم، وأنا هنا مش عشان أقدم ملخصات كتب أو ريفيوز، ولا حتى عشان أعرفكم تقرأوا ايه وما تقرأوش ايه. أنا حابة أشارككم رحلتي وأكون جزء من رحلتكم اللي بتمنى تلاقوا فيها شريك حياتكم الورقي والكتب اللي مكتوبة لكم. لما بدأت أركز في الروايات خصوصا الكلاسيكيات والفانتازيا اللي بحبهم، اكتشفت إننا بنقرأ عن نفسنا بنسخنا المختلفة، وبنقرأ كمان عن الناس اللي بنقابلهم في الشارع أو حتى أقرب من كده بكتير. وساعات بنقع في علاقات مؤذية فاكرينها رومانسية. اتعلمت كمان إن الرعب الحقيقي مش في العفاريت، أحيانا بيكون في ترومات الطفولة اللي بتكبر جوانا واحنا مش حاسين. في مكتوب لك هنقعد سوا نفكك الشخصيات دي ونشوف وراهم ايه لو هم حقيقيين، زي ما هنتعلم نقرا اللي بين السطور سواء في الكتب أو في حياتنا. مؤمنة إن لكل شخص فينا شريك حياة ورقي، يعني كتاب واحد قادر يغير له حياته ويغيره هو كشخص، وفي البودكاست ده هندور عليه سوا. جهزوا دماغكم ومشروبكم المفضل واستنوني في أول حلقة من مكتوب لك. كانت معكم مريم.